بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ الفيديو بتاعنا النهاردة ان شاء الله هيكون عن طريقة عمل الطاقية دي. زي ما احنا شايفينها كده شكلها بسيط وجميل. هنشتغلها مع بعض بالتفصيل خطوة بخطوة. اشتغلنا في فيديو قبل كده الكوفية، هسيب لكم اللينك بتاعه في صندوق الوصف. والنهاردة هنشتغل مع بعض الطاقية علشان نكون كملنا الطقم. الطقم كله اشتغلته بخيط مهير، تقدري تغيري نوعية الخيط وتشتغلي بأي خيط مفضل عندك وإبرة مناسبة لنوعية الخيط. بالنسبة لكمية الخيط، الطاقية خدت تقريبا 70 جرام خيط، ده لأن الخيط مهير وعدد أمتاره كبير. لكن طبعا اختلاف نوعية الخيط ممكن يخليكي تسحبي كمية خيط مختلف. ويلا بينا نبدأ مع بعض على طول ونشوف خطواتنا النهاردة ايه، وإن شاء الله هتكون سهلة وبسيطة. وهنبدأ مع بعض على طول وهنشتغل القطعة بتاعتنا الأساسية بخيط مهير. لكن هنبدأ نشرح بس طريقة الكمر بخيط قطن، وبعدين هنكمل بالخيط الأساسي. الآيس كاب بتاعنا بيبدأ من تحت من عند الكمر. أول حاجة بتعمليها بتحددي عرض الكمر اللي انت حباه، وده يرجع لك انت على حسب ما انت عايزة. تاني حاجة بنفضل نرتفع بالسطور لغاية ما نوصل لمقاس محيط دوران الراس ناقص من 5 ل7 سنتي، ده على حسب السن. يبقى كل اللي احنا بنعمله أول حاجة بنحدد مقاس الكمر وبنشتغل سلسلة بالمقاس المطلوب اللي هو العرض، وبعدين بنفضل نرتفع بالسطور لغاية ما يوصل طول الكمر لمقاس محيط دوران الراس ناقص من 5 ل7 سنتي، وده بنلاقيه في جداول الآيس كاب على حسب السن. هنعمل عقدة البداية. في الموديل الأساسي اشتغلت 15 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 سلسلة. هرتفع سلسلة ودي بتكون مجرد ارتفاع. هلف الخيط على الإبرة وفي أول غرزة هعمل غرزة نص عمود، الغرزة اللي بعدها غرزة نص عمود، الغرزة اللي بعدها غرزة نص عمود، وبكمل على كل غرزة تقابلني غرزة نص عمود لنهاية السطر. ممكن تستبدلي غرز النص عمود بغرز حشو، مفيش مشكلة. أنا اشتغلت بغرز النص عمود لأن في الموديل الأساسي بشتغل بخيط مهير وبيكون رفيع شوية، فحسيت إن غرزة النص عمود هتكون أنسب. بالشكل ده بشتغل على كل غرزة تقابلني غرزة نص عمود. هنبدأ السطر اللي بعديه برتفع سلسلة وبلف القطعة بتاعتي كده. السلسلة دي مجرد ارتفاع، بلف الخيط على الإبرة وبروح على أول غرزة وأدخل تحت الحلقتين وأعمل غرزة نص عمود. في أول غرزة ألف الخيط على الإبرة، وبداية من الغرزة التانية بشتغل في الحلقة الخلفية، بدخل كده في الحلقة الخلفية وأعمل غرزة نص عمود. الغرزة اللي بعدها غرزة نص عمود في الحلقة الخلفية. دول حلقتين الغرزة أهم، بدخل في الحلقة الخلفية وأعمل غرزة نص عمود. الغرزة اللي بعدها غرزة نص عمود في الحلقة الخلفية، الغرزة اللي بعدها غرزة نص عمود في الحلقة الخلفية، وبكمل على نفس النمط لنهاية السطر. كملت على نفس النمط لغاية ما وصلت لنهاية السطر. آخر غرزة بشتغل فيها غرزة نص عمود لكن تحت الحلقتين بالشكل ده، وأعمل غرزة نص عمود. هنبدأ السطر الجديد. بداية السطر برتفع سلسلة واحدة وبلف القطعة بتاعتي كده، بلف القطعة الإبرة وبروح لأول غرزة واشتغل نص عمود تحت الحلقتين. الغرزة اللي بعدها على طول بتكون نص عمود في الحلقة الخلفية، واللي بعدها نص عمود في الحلقة الخلفية، واللي بعدها نص عمود في الحلقة الخلفية، وبكمل على نفس النمط. وآخر غرزة بتكون نص عمود تحت الحلقتين. يبقى أول غرزة بتكون نص عمود تحت الحلقتين، وآخر غرزة نص عمود تحت الحلقتين، وبقية الغرز غرز نص عمود في الحلقة الخلفية.
وبفضل ارتفع واكرر في السطور لغاية ما يوصل طول القمر للطول المطلوب على حسب السن والمقاس. بنوصله لمقاس محيط دوران الراس ناقص من 5 ل7 سنتي. هنا انا اشتغلت ده القمر بتاعي بالخيط الاساسي اللي احنا هنشتغل بيه، خيط مهير. اشتغلت طول القمر كده 50 سنتي، وده مناسب لمقاس مراهقين. تمام. المفروض يكون مقاس محيط دوران الراس 55، لكن انا اشتغلت بطول 50 لان قطعة الكروشيه بتريح بعد كده، وعايزة الايس كاب يكون من عند القمر ملموم، فاشتغلت بطول 50 سنتي. دلوقتي هنجمع الحرفين كده على بعض وهنبدأ نقفل القمر. هروح على اول غرزة عندي، ادخل كده اسحب الخيط واطلع بيه واخرج من الحلقة اللي على الابرة. هدخل هنا تحت الحلقتين والغرزة المقابلة ليها هلاقيها حلقة واحدة لان دي سلاسل البداية. هدخل اسحب الخيط واطلع بيه واعمل غرزة حشو. الغرزة اللي بعدها والحلقة المقابلة ليها ادخل واعمل حشو. الغرزة اللي بعدها والحلقة المقابلة ليها واعمل حشو، واكمل على نفس النمط كده لغاية ما اقفل القمر. قفلت القمر بالشكل اللي احنا شايفينه ده. هنعدل الايس كاب او القمر كده على الوش، وهتبقى القفلة دي من جوه. هنبدأ دلوقتي نشتغل على نهايات السطور. هنشتغل غرز حشو، وهنراعي في غرز الحشو بتاعتنا ان هي تكون من مضاعفات العدد 10. يعني وانتي بتشتغلي ممكن تزودي غرزة 2، تنقصي غرزة 2، المهم في الاخر ان عدد الغرز يكون من مضاعفات العدد 10 علشان نقدر نكمل الايس كاب بتاعنا. لان احنا هنشتغل بنفس غرزة الكوفية لكن بطريقة مختلفة شوية، هنشوف دلوقتي. هرتفع السلسلة وهروح لأول غرزة واشتغل حشو، دي نهايات السطور. السطر اللي بعديه حشو، السطر اللي بعديه حشو. انتي وسعي لنفسك كده ما بين الغرز، يعني مش لازم تلتزمي بعدد السطور اللي انتي اشتغلتيه، لا حاولي تشتغلي كده بالشكل اللي احنا شايفينه ده. حشو حشو حشو. ناخد بالنا كده ونعد واحنا بنشتغل. لو عايزة تمشي بنظام معين يبقى احنا بنشتغل على نهاية السطور، نهاية كل سطر نص عمود. مرة بنشتغل تحت النص عمود 2 حشو ومرة واحدة حشو، مرة 2 حشو ومرة واحدة حشو. لو انت عايزة تمشي بنمط معين، انا هنا اشتغلت 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. هكمل على نفس النمط ده كده. كملت على نفس النمط وغرز حشو على نهايات السطور. سطر بيكون نهاية نص عمود بشتغل تحتيه 2 غرزة حشو، السطر اللي بعديه برضو نهاية نص عمود بشتغل تحتيه 1 حشو. وحاولت أنظم الغرز بتاعتي. في الآخر راعيت إن هي تكون من مضاعفات العدد 10، طلعت معايا 100 غرزة حشو. هروح دلوقتي على أول غرزة بدأت بيها أهي، ممكن تحطي فيها علامة علشان ما تتلخبطيش، بس أنا معلماها بقفل القمر. ده المكان اللي قفلنا فيه القمر. هروح دلوقتي على أول غرزة أدخل فيها وأعمل منزلقة بالشكل ده. هنبدأ دلوقتي السطر الأول من سطور الغرزة بتاعتنا. هرتفع 3 سلاسل واعتبرهم بعمود. الغرزة اللي بعدها على طول هتخطاها، تمام، والغرزة اللي بعدهم كمان هتخطاهم، يبقى أنا هتخطى غرزتين. أول غرزة ارتفعت 3 سلاسل وحسبتهم بعمود، هتخطى تاني غرزة وتالت غرزة، وهروح على الغرزة الرابعة ألف الخيط على الإبرة مرتين وأدخل في الغرزة دي كده وأعمل عمود بلفتين بالشكل ده. ألف الخيط على الإبرة مرتين وأروح على الغرزة اللي بعدها وأعمل عمود بلفتين. طيب الغرزتين اللي احنا سيبناهم هلف الخيط على الإبرة مرتين وهروح لأول غرزة منهم أهم. هدخل من قدام العمودين دول كده، أدخل في أول غرزة من الغرزتين اللي احنا سيبناهم أهم. هدخل كده وأعمل عمود بلفتين.
ألف الخيط على الإبرة مرتين وأروح للغرزة اللي بعديها على طول وأعمل برضو عمود بلفتين بالشكل ده. ألف الخيط على الإبرة مرتين وأتخطى غرزتين، 1 2، وأروح للغرزة التالتة وأعمل عمود بلفتين، الغرزة اللي بعدها عمود بلفتين. طيب الغرزتين اللي احنا سيبناهم هنشتغل فيهم، بس المرة دي مش هنيجي من قدام العواميد، لا هندخل من ورا. يعني هنعمل ايه؟ هلف الخيط على الإبرة مرتين وهروح لأول غرزة من الغرزتين اهو، ألف كده أدخل من ورا وأروح للغرزة اهي واشتغل عمود بلفتين. ألف الخيط على الإبرة مرتين وأروح للغرزة اللي بعدها اهي، أدخل كده من ورا وأروح للغرزة اهي واشتغل عمود بلفتين بالشكل ده. طيب وبعدين أول غرزة تقابلني هشتغل فيها عمود، الغرزة اللي بعدها عمود، 2 عمود. تمام، وهو ده النمط بتاعنا. هنبدأ دلوقتي في تكرار النمط. هلف الخيط على الإبرة مرتين واتخطى غرزتين واروح للغرزة الثالثة واشتغل فيها عمود بلفتين. ألف الخيط على الإبرة مرتين والغرزة اللي بعدها على طول عمود بلفتين. الغرزتين اللي سيبناهم هنا هلف الخيط على الإبرة مرتين، والمرة دي هدخل من قدام العمودين، أروح لأول غرزة أهو بالشكل ده، أسحب الخيط وأطلع بيه وأعمل عمود بلفتين. ألف الخيط على الإبرة مرتين وأروح للغرزة اللي بعدها على طول، أدخل من قدام كده من قدام العمودين أهو وأعمل عمود بلفتين. ألف الخيط على الإبرة مرتين وأتخطى غرزتين وأروح للتالتة وأعمل عمود بلفتين، الغرزة اللي بعدها على طول عمود بلفتين. تمام، في غرزتين سيبناهم هنا اهو هنشتغل فيهم. المرة اللي فاتت دخلنا من قدام العمودين، المرة دي هنروح من ورا العمودين. ألف الخيط على الإبرة مرتين وأدخل كده من ورا اهو واروح لأول غرزة فيهم، الغرزتين اهم، هروح لأول غرزة فيهم اهي وأعمل عمود بلفتين، الغرزة اللي بعدها على طول عمود بلفتين. تمام، وكده خلصنا النمط. الغرزتين اللي جايين دول كل غرزة عمود 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 بالشكل ده. هنكرر النمط بتاعنا مرة كمان. ألف الخيط على الإبرة مرتين وأتخطى غرزة 2 وأروح للتالتة وأعمل عمود بلفتين، الغرزة اللي بعدها على طول عمود بلفتين. ألف الخيط على الإبرة مرتين وأجي من قدام العمودين كده من هنا أهو، أدي العمودين هجينا من قدامهم من هنا، هروح لأول غرزة وأعمل عمود بلفتين. ألف الخيط على الإبرة مرتين وأروح للغرزة اللي بعدها على طول أهي وأعمل فيها عمود بلفتين بالشكل ده. طيب وبعدين هلف الخيط على الإبرة مرتين وأتخطى غرزة 2 وأروح للتالتة وأعمل عمود بلفتين، الغرزة اللي بعدها على طول عمود بلفتين. ألف الخيط على الإبرة مرتين، المرة اللي فاتت كنا اشتغلنا من قدام العمودين، المرة دي هنشتغل من ظهر العمودين، فهدخل كده وأروح للغرزة دي وأشتغل فيها عمود بلفتين. ألف الخيط على الإبرة مرتين وأروح للغرزة اللي بعدها هنا أهي أشتغل فيها عمود بلفتين، الغرزة اللي جاية دي عمود بلفة واحدة والغرزة اللي بعدها عمود بلفة واحدة بالشكل ده، وأكمل على نفس النمط ده كده لنهاية السطر. كملت السطر بتاعي على نفس النمط، دي آخر مجموعة أعملها زي ما احنا شايفين كده،
فاضل عندي غرزة واحدة هشتغل فيها عمود، وكنت بادئه السطر بتاعي بسلاسل الارتفاع وحاسباها بعمود، يبقى كده برضو 2 عمود. هروح دلوقتي على تالت سلسلة ارتفاع، ادخل فيها اسحب الخيط واطلع بيه واعمل منزلقة. ناخد بالنا هنبدأ دلوقتي السطر الجديد. بداية السطر هرتفع 1 2 3 3 سلاسل، وهلف القطعة بتاعتي كده. هشتغل سطر على الوش وسطر على الظهر. اول حاجة هيقابلني عمود بلفة اهو، هشتغل فيه عمود. يبقى المرة دي السطر بتاعي بدأ ب2 عمود. المرة اللي فاتت كان بادئ بعمود واحد اللي هو سلاسل الارتفاع، المرة دي بدأ ب2 عمود. هلف الخيط على الإبرة مرتين وهتخطى غرزتين، واروح للغرزة الثالثة واشتغل فيها عمود بلفتين. الغرزة اللي بعدها على طول عمود بلفتين. طيب الغرزتين اللي انا سبتهم هلف الخيط على الإبرة مرتين وهروح لأول غرزة منهم من قدام العواميد اهو، ادخل في اول غرزة واعمل عمود بلفتين. الغرزة اللي بعدها عمود بلفتين برضو من قدام العواميد. ألف الخيط على الإبرة مرتين واتخطى غرزتين، واروح للغرزة الثالثة واشتغل فيها عمود بلفتين. ألف الخيط على الإبرة مرتين واروح للغرزة اللي بعدها واشتغل فيها عمود بلفتين. تمام. طيب في غرزتين انا سايباهم هنا، هلف الخيط على الإبرة مرتين والمرة دي هدخل من ورا العواميد، العمودين دول اروح لأول غرزة فيهم اهي، ادخل فيها كده واعمل عمود بلفتين. الغرزة اللي بعدها عمود بلفتين، وبعدين انتقل على الاتنين عمود بلفة، اشتغل عليهم 2 عمود بلفة. 1 2، وارجع اكرر النمط بتاعي تاني. ألف الخيط على الإبرة مرتين واتخطى غرزة 2 واروح للتالتة واعمل عمود بلفتين. ألف الخيط على الإبرة مرتين واروح للغرزة اللي بعدها واعمل عمود بلفتين. طيب الغرزتين اللي انا سبتهم ألف الخيط على الإبرة مرتين وادخل من قدام العواميد، يبقى مرة بنكون من قدام العواميد ومرة بنكون من ظهرها. ادخل كده من قدام العواميد واعمل عمود بلفتين. الغرزة اللي بعدها عمود بلفتين. ألف الخيط على الإبرة مرتين واتخطى غرزة 2 واروح للغرزة الثالثة واشتغل عمود بلفتين. الغرزة اللي بعدها عمود بلفتين. طيب الغرزتين اللي انا سبتهم ألف الخيط على الإبرة مرتين واروح لأول غرزة لكن من ظهر العواميد اهو، هروح لأول غرزة اللي هي دي واشتغل فيها عمود بلفتين. ألف الخيط على الإبرة مرتين والغرزة اللي بعدها عمود بلفتين. هنتقل دلوقتي الاتنين عمود بلفة اشتغل عليهم 2 عمود بلفة، دي عمود ودي عمود، وكمل على نفس النمط ده كده لنهاية السطر. كملت السطر بتاعي على نفس النمط، دي آخر مجموعة عملتها. هروح دلوقتي على طول على تالت سلسلة ارتفاع، لأن احنا كنا بادئين السطر ب2 عمود، فهروح على طول على تالت سلسلة ارتفاع أدخل فيها وأعمل منزلقة، وبكده بينتهي السطر بتاعي وبنبدأ السطر الجديد. بداية السطر الجديد برتفع 1 2 3 3 سلاسل واعتبرهم بعمود وبلف القطعة بتاعتي كده. يبقى احنا بنشتغل سطر على الوش وسطر على الظهر. السطر اللي على الوش ده بيبدأ بعمود واحد بس اللي هو سلاسل الارتفاع، وبنشتغل العمود التاني في نهاية السطر. السطر اللي على الظهر بيبدأ على طول ب2 عمود، هو ده بس الاختلاف، لكن النمط بتاعنا شغال عادي زي ما هو على الوش وعلى الظهر نفس السطر. ارتفعت 3 سلاسل وبعتبرهم بأول عمود،
هلف الخيط على الإبرة مرتين واتخطى غرزة 2 واروح للغرزة التالتة واشتغل عمود بلفتين. الغرزة اللي بعدها على طول عمود بلفتين. ألف الخيط على الإبرة مرتين واجي من قدام ال2 عمود أروح على الغرزتين اللي سبتهم. أول غرزة فيهم أشتغل فيها عمود بلفتين. الغرزة اللي بعدها عمود بلفتين. ألف الخيط على الإبرة مرتين واتخطى غرزتين واروح للغرزة التالتة واشتغل فيها عمود بلفتين. الغرزة اللي بعدها عمود بلفتين. ألف الخيط على الإبرة مرتين واروح للغرزتين اللي سبتهم، بس المرة دي هدخل من ورا العمودين كده، اروح لأول غرزة فيهم واشتغل فيها عمود بلفتين. الغرزة اللي بعدها على طول عمود بلفتين. كده كملت النمط اهو. طيب دلوقتي هعمل ايه؟ هنتقل ال2 عمود دول اشتغل عليهم 2 عمود بلفة واحدة، عمود عمود، وبعدين انتقل للمجموعة اللي بعدها، هتخطى غرزة 2 واروح للتالتة واعمل عمود بلفتين. الغرزة اللي بعدها على طول عمود بلفتين. ألف الخيط على الإبرة مرتين وارجع للغرزتين دول من قدام العمودين كده، اروح لأول غرزة واشتغل عمود بلفتين، والغرزة اللي بعدها عمود بلفتين. اتخطى غرزتين واروح للغرزة التالتة واشتغل عمود بلفتين. الغرزة اللي بعدها عمود بلفتين. ارجع للغرزتين دول بس من ظهر العمودين كده، اخد اول غرزة اشتغل عمود بلفتين، والغرزة اللي بعدها عمود بلفتين. ال2 عمود دول هشتغل عليهم 2 عمود بلف، واكرر النمط لنهاية السطر بالشكل اللي احنا شايفينه ده. كملت على نفس النمط، دي اخر مجموعة عملتها اهي. هروح دلوقتي لنهاية السطر. احنا بدأنا السطر بتاعنا المرة دي بسلاسل الارتفاع يعني عمود واحد. طيب العمود التاني فين؟ اهو هنشتغل فيه عمود علشان يبقوا برضو 2 عمود نفس النمط اللي احنا ماشيين عليه. هنتقل دلوقتي على طول 1 2 3 تالت سلسلة ارتفاع ادخل فيها واعمل منزلقة بالشكل ده، وكده بينتهي السطر بتاعي. هنبدأ السطر الجديد بارتفاع 1 2 3 3 سلاسل واعتبرهم بعمود، وبلف القطعة بتاعتي كده زي ما احنا قايلين بنشتغل سطر على الوش وسطر على الظهر. السطر ده ارتفعنا 3 سلاسل وحسبناهم بعمود، ودي هنا العمود التاني موجود اهو فهشتغل فيه. يبقى السطر ده بدأ ب2 عمود، يبقى زي ما قلنا سطر بيبدأ بعمود وسطر بيبدأ ب2 عمود. السطر اللي بيبدأ ب2 عمود بينتهي بالنمط بتاعنا ان احنا بنقفل في تالت سلسلة ارتفاع على طول. السطر اللي بيبدأ بعمود واحد بينتهي ان احنا بنعمل العمود التاني وبعدين بنقفل في تالت سلسلة ارتفاع زي ما شفنا كده بالظبط. السطر ده بدأ ب2 عمود، هلف الخيط على الإبرة مرتين واتخطى غرزتين واروح للتالتة واشتغل عمود بلفتين. الغرزة اللي بعدها عمود بلفتين. الغرزة اللي انا سبتها عمود بلفتين. الغرزة التانية عمود بلفتين. ألف الخيط على الإبرة مرتين واتخطى غرزتين واروح للتالتة واشتغل عمود بلفتين. الغرزة اللي بعدها عمود بلفتين. ألف الخيط على الإبرة مرتين وانتقل للغرزتين اللي سبتهم من ورا كده، أروح لأول غرزة واشتغل عمود بلفتين. الغرزة رقم 2 عمود بلفتين، وبعدين 2 عمود بشتغل عليهم 2 عمود، وبعدين أبدأ أكرر النمط تاني.
نفس الشكل اللي احنا شايفينه او نفس النمط بتاعنا، مفيهوش اي تغيير. كل الحكاية ان السطر اللي على الوش بيبدأ بعمود واحد، والعمود التاني بنعمله في نهاية السطر. السطر اللي على الظهر بيبدأ على طول ب2 عمود. تمام، لكن النمط بتاعنا هو هنفضل نشتغل ونكرر في السطور لغاية ما يوصل الايس كاب بتاعنا للطول المطلوب. ده على حسب ما انت عايزاه. لو عايزاه على مقاس الراس بالظبط بتطلعي طول الايس كاب من جدول المقاسات وبتشتغلي لغاية ما توصلي لمقاس طول الايس كاب على حسب السن والمقاس اللي انت بتشتغلي له القطعة بتاعتك. لو حباه يبقى اطول شوية اللي هو الموديل المهدل من ورا او السلاوشي بنزود لغاية ما نوصل للطول المطلوب. أنا هخليه طويل شوية اللي هو بيبقى مهدل شوية من على الراس من ورا، فهشتغل لغاية ما يوصل ل30 سنتي. المفروض المقاس الطبيعي بيبقى تقريبا 25 سنتي، من 23 ل25، لكن أنا هزود لغاية ما يوصل معايا طوله ل30 سنتي علشان حباه يكون طويل شوية من ورا من عند الراس. فضلت ارتفع واكرر في سطور لغاية ما وصلت القطعة بتاعتي ل30 سنتي. لو جينا قسنا من هنا من أول القمر لغاية آخر سطر هتلاقوا القطعة دي كده 30 سنتي. طب لو انت عايزاها ايس كاب عادي على مقاس الراس، بترجعي لجدول مقاسات الايس كاب وبتطلعي طول الايس كاب او طول القبعة على حسب ما يكون مكتوب وتشتغلي لغاية الطول المطلوب. لكن انا حباها تكون طويلة شوية او كبيرة شوية على الراس وبتبقى مهدلة من ورا. دلوقتي هبدأ اعمل تناقص بسيط كده في كام سطر علشان نلم القطعة بتاعتنا شوية من فوق، وهنشوف خطوات التناقص ده ازاي. زي ما احنا عارفين احنا بنشتغل سطر على الوش وسطر على الظهر. السطر اللي فات كان على الظهر، فالسطر الجديد هيكون من على الوش. برتفع 3 سلاسل وبعتبرهم بعمود. ألف الخيط على الإبرة مرتين واتخطى غرزتين واروح للتالتة واشتغل فيها عمود بلفتين، عمود بلفتين. ارجع من قدام من هنا واروح للغرزة دي واشتغل فيها عمود بلفتين. الغرزة اللي بعدها عمود بلفتين. اتخطى غرزتين واروح للتالتة واشتغل عمود بلفتين. الغرزة اللي بعدها عمود بلفتين. الف الخيط على الابرة مرتين وادخل من ورا العمودين اروح لاول غرزة واشتغل فيها عمود بلفتين. الغرزة اللي بعدها عمود بلفتين. يعني النمط بتاعنا عادي. طيب فين التناقص؟ التناقص هيكون في الاتنين عمود دول. هلف الخيط وهدخل في اول عمود، اسحب الخيط واطلع بيه، اخرج من حلقتين وما اكملش. الف الخيط وادخل في العمود اللي بعديه، اسحب الخيط واطلع بيه، اخرج من حلقتين وما اكملش. كده معايا 3 حلقات على الابره. الف الخيط واخرج منه بالشكل ده، وبعدين اكمل على النمط بتاعي عادي. بالشكل ده. وصلت هنا عند الاتنين عمود، هلف الخيط وادخل في اول عمود، اسحب الخيط واطلع بيه، اخرج من حلقتين وما اكملش. الف الخيط واروح للعمود اللي بعديه، اسحب الخيط واطلع بيه، اخرج من حلقتين وما اكملش. معايا 3 حلقات على الابره. الف الخيط واخرج منه، وكده عملت تناقص في الاتنين عمود وخليتهم غرزه واحده. هكمل على نفس النمط لنهايه السطر، وكده بنعمل تناقص في كل العواميد دي. 2 عمود هنا، 2 عمود هنا، 2 عمود هنا، وهنفضل مستمرين كده في التناقص. هكمل السطر ونرجع سوا. وصلت لنهاية السطر. ناخد بالنا فاضل عندي عمود واحد، لان كنت بادئه السطر بعمود وبيكون فيه في نهاية السطر كمان عمود. عايزين نجمعهم في غرزة واحدة علشان نعمل فيهم تناقص. فهلف الخيط وهدخل هنا كده، اسحب الخيط واطلع بيه، اخرج من حلقتين، ومش هسحب خيط تاني، هروح على طول على تالت سلسلة ارتفاع ادخل فيها، اسحب الخيط واخرج كمان من الحلقتين دول بالشكل ده. وكده عملت تناقص في الاتنين عمود دول. هنبدأ السطر الجديد. برتفع 1 2 3 3 سلاسل،
وبعتبرهم بعمود وبلف القطعة بتاعتي كده، والسطر الجديد بيكون من على الظهر زي ما احنا شايفين. همشي النمط بتاعي عادي مفيهوش تغيير، هتخطى غرزتين وهروح للتالتة وهشتغل عمود بلفتين، عمود بلفتين، نفس النمط هاجي من قدامهم هنا وهشتغل عمود بلفتين، الغرزة اللي بعدها عمود بلفتين. اتخطى غرزتين واروح للتالتة، عمود بلفتين، عمود بلفتين، كملت النمط بتاعي عادي. هنيجي هنا عند الاتنين عمود اللي عملنا فيهم تناقص وخليناهم غرزة واحدة، هشتغل في الغرزة دي عمود بالشكل ده بس، وبعدين هنتقل على النمط بتاعي عادي، اتخطى غرزتين واروح للغرزة التالتة واشتغل عمود بلفتين، عمود بلفتين، بالشكل ده. اتخطى غرزتين واروح للتالتة، عمود بلفتين، عمود بلفتين، هنيجي هنا عند الغرزة اللي كنا عاملين فيها التناقص هشتغل فيها عمود واحد واكمل على نفس النمط ده كده لنهاية السطر. وصلت لنهاية السطر، هروح دلوقتي على طول على تالت سلسلة ارتفاع، لان هنا بقى في عمود واحد بس. هروح على تالت سلسلة ارتفاع واعمل منزلقة بالشكل ده، هرتفع 1 2 3 3 سلاسل واعتبرهم بعمود وبلف القطعة بتاعتي كده. ناخد بالنا، هلف الخيط على الإبرة مرة واحدة بس، وهروح لأول غرزة تقابلني أدخل فيها، أسحب الخيط وأطلع بيه، أخرج من حلقتين وما كملش، ألف الخيط وأروح للغرزة اللي بعدها أدخل فيها، أسحب الخيط وأطلع بيه، أخرج من حلقتين وما كملش. معايا 3 حلقات على الإبرة، ألف الخيط وأخرج منه، ألف الخيط على الإبرة وأروح للغرزة اللي بعدها أدخل فيها، أسحب الخيط وأطلع بيه، أخرج من حلقتين وما كملش، ألف الخيط وأروح للغرزة اللي بعدها أدخل فيها، أسحب الخيط وأطلع بيه، أخرج من حلقتين وما كملش. معايا 3 حلقات على الإبرة، ألف الخيط وأخرج منه، ألف الخيط وأروح للغرزة اللي بعدها، أخرج من حلقتين، ألف الخيط وأروح للغرزة اللي بعدها، أسحب الخيط وأطلع بيه، أخرج من حلقتين. كده معايا 3 حلقات على الإبرة، ألف الخيط وأخرج منه بالشكل ده. بنعمل تناقص في كل غرزتين اهو. هيقابلني هنا عمود واحد هشتغل فيه عمود، وبعدين ارجع اكمل تاني الاتنين عمود دول هاخدهم مع بعض في غرزة واحدة، هدخل اسحب الخيط واطلع بيه، اخرج من حلقتين وما كملش، الف الخيط وادخل في الغرزة اللي بعدها على طول، اسحب الخيط واطلع بيه، اخرج من حلقتين وما كملش، الف الخيط واخرج من ال3 حلقات. الغرزتين اللي بعديهم الغرزتين اللي بعديهم بنفس الطريقة. الغرزتين اللي بعديهم هنا في عمود لوحده بشتغل فيه عمود، وبكمل على نفس النمط ده كده لنهاية السطر. زي ما احنا شايفين ده شكل الغرز بتاعتنا. وصلت لنهاية السطر، دول آخر غرزتين عملت فيهم تناقص، وبعدين رحت لتالت سلسلة ارتفاع وعملت منزلقة ونهاية السطر بالشكل ده. دلوقتي هعمل سلسلة واحدة للأمام، وأنا قصيت الخيط طويل شوية علشان هقفل بيه فتحة الطاقية. أول خطوة هنعملها هنقلب الطاقية على الظهر، ناخد بالنا ان الغرزة على الوش شبه اللي على الظهر بالظبط، على حسب ما تختاري انت بقى عايزة انهي الوش وانهي الظهر. طبعا الظهر بيكون فيه الخياطة بتاعة القمر اهي، دي خياطة القمر،
فأنا بخليها في الظهر. وهاجي هنا علشان أخيط الغرز، هدخل من غرزة للي بعدها، من غرزة للي بعدها، وغرزة واللي بعدها بالشكل ده، وبعدين أسحب الخيط وأشده كده شوية علشان أضيق الغرز، وأكمل من غرزة للي بعدها، من غرزة للي بعدها، من غرزة للي بعدها بالشكل ده. نكمل تاني من غرزة للي بعدها، من غرزة للي بعدها، من غرزة للي بعدها، وأكمل تاني من غرزة للي بعدها، من غرزة للي بعدها، من غرزة للي بعدها، واسحب الخيط واكمل على نفس النمط. واحنا بنخيط كده بنسحب وبنضيق الخيط علشان يلم الفتحة بتاعة الطاقية معانا. هكمل على نفس النمط. وده الشكل النهائي للطاقية بتاعتنا زي ما احنا شايفينها كده، شكلها بسيط وجميل، اشتغلناها مع بعض بالتفصيل خطوة بخطوة، وبكده بنكون كملنا الطقم. اشتغلنا قبل كده مع بعض الكوفية في فيديو فات، هسيب لكم اللينك بتاعه في صندوق الوصف. والنهاردة اشتغلنا الطاقية علشان يكون الطقم كامل. بالنسبة لكمية الخيط خدت مني تقريبا 65-70 جرام. طبعا ده علشان الخيط مهير وبيكون عدد أمتاره كبير، لكن اختلاف نوعية الخيط واختلاف المقاس هيخليكي تسحبي كمية خيط مختلف. وبكده الفيديو بتاعنا النهاردة خلص، يا رب يكون عجبكم، واشوفكم ان شاء الله في فيديوهات جديدة. اي اسئلة او استفسارات سيبوها لي في التعليقات وان شاء الله هرد عليها. مع السلامة.